السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي الخاصة بالصيدلية، أو بالأحرى عالم الصيدلية والمعلومات الصحية. قبل ما نبداو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم غادي نهضروا على موضوع مهم اللي هو كيفاش تكون مساعد صيدلي. هاد المهنة زوينة ولكن كتحتاج المعرفة وانضباط وأخلاق مهنية عالية، فخليك معايا باش تعرف كل شيء حتى الاخر. اول حاجة، المساعد الصيدلي هو اليد اليمنى ديال الصيدلي اللي كيساعدو في ترتيب الأدوية، في تجهيز الوصفات الطبية، في مساعدة الزبناء. صراحة الدور ديالو مهم بزاف في التنظيم ديال الصيدلية وضمان الجودة ديال الخدمة. باش تكون مساعد صيدلي تضرب به المثل، وبالاحرى تكون انت هو الاسيستون ديال الطبيب. خاص يكونوا فيك 5 ديال الشروط، و تكتسب 5 ديال المهارات كما كيقولوا بزاف ديال الناس. اول حاجه هو المعرفه الدوائيه، اللي بغيت نقصد بها هو ان خاصك تعرف جميع اسماء الادويه، تعرف الادويه الاكثر استعمالا، واش كيحتاج داك الدواء وصفه طبيه ولا ما كيحتاجهاش. الفرق ما بين الادويه، ما بين المسكنات مثلا والمضاد الحيوي والمكملات الغذائيه الى اخره. يعني تكون تبارك الله، خاصك تكون تبارك الله موسوعه، ولا ما عرفتي شي حاجه تبحث عليها. ثانيا، مهاره التواصل مع الزبناء تخليك ديما بشوش وتسمح للمريض قبل ما تجاوب. تسمع للمريض مزيان وما تعطيهش اي نصيحه علاجيه الا كنتي متاكد منها. ثانيا او ثالثا، انتباه للتفاصيل قبل ما تعطي شي دواء، او لا مثلا جاتك اوردونانس وصفه طبيه، اتاكد من الاسم ديال المريض. تحاول تعرف منه هو نيت المرض اللي علاش مشى للطبيب، وديك الساعه تسربي الوصفه الطبيه ديالك وانت مرتاح. وضروري ما تتاكد من الجرعه، تراقب تاريخ صلاحيه للدواء قبل ما تعطيه له. حيتاش الا كان غلط بسيط كيرجع للصيدليه والسمعه ديالها، وكيرجع لك انت كمساعد صيدلي، كيتسبب لك مشكل كبير في قلب الصيدليه. وبلا ما نهضروا على السرعه والتنظيم، حيتاش المساعد الصيدلي هو اللي كيكون معروف بتنظيم الوقت ديالو، كيكون سريع وعارف كل حاجه وبلاصتها. اللي بغيت نقصد هو انه كيكون ديما منظم. خامسا، الاخلاق المهنيه، نبينها نظافه ديال البدله ديالك، ديما تكون نقيه، والابتسامه العريضه. هادو جوج حوايج كيعطيو انطباع زوين عليك، وكيخليك متميز على بعض المساعدين الصيادله. حيتاش ما هاد الخدمه ديالنا ما كتحتاجش تكون معبس ولا مقلق وتعطي الدواء بالشنيت، لا. حيتاش المريض ما جا عندك الا راه حتى داز بزاف ديال المراحل، خاصو ياخد الدواء ديالو وهو فرحان ومرتاح لداك الدواء اللي ياخد، ومتيقن باللي ان شاء الله غادي يتشافى. والتعامل بالاحترام مع الجميع، حتى الزبناء اللي كيكونوا معصبين. هادشي اللي غادي نقول لكم،
والمهنه ديالنا صراحه كتحتاج بزاف ديال الصبر هو اللي كيخليك تنجح في الخدمه ديالك. وحاجه اخرى هو ان المساعد الصيدلي اللي كيعطي في الخدمه ديالو بزاف هو اللي كيبغيها. فاش كتكون كتبغي المهنه ديالك وعندك حب للمهنه ديالك كتعطي فيها اكثر. ولا وصلتوا لهنا كنقول لكم شكرا على المشاهده، وخليو تعليق زوين، ولا نسيت شي حاجه فكروني فيها، ولا بغيتو نناقشوا شي حاجه فكروني فيها في التعاليق. وما تنساوش تشتركوا في القناه. كانت معكم اختكم مساعده صيدليه، نشوفكم في فيديو جديد.